بسم الله الرحمن الرحيم. الساعة تقريبا 1:30 صباحا، يوم الخميس الموافق 15 يناير 2026. أنا الفيديو ده عامله محمد صلاح، مو صلاح، الهرم الرابع في الرياضة المصرية، بعد خروجنا النهاردة في نص النهائي وانهزمنا من السنغال 1-0. فأنا رسالتي اللي أنا بقول لك، أنت نموذج بتأكد إن الكفاءة في مصر عالية جدا، بالرغم ما فيش رعاية، بتفحر في الصخر لحد ما بتوصل بتكتب التاريخ، ومش أي تاريخ. أنا من وجهة نظري ال7 بطولات وال7 نجمات اللي مصر حصلت عليها في أفريقيا إحنا نهديها لك، لأنك أنت راجل أسطورة، كتبت التاريخ على مستوى العالم. حتى مع منتخب بلدك، برغم ان انت اتواجدت في وقت الرياضة متدمرة في مصر، الأندية بتتفرغ وبتتدمر بفعل فاعل، والدولة مش هنا، الدولة عاملة نفسها من بنها، وشوية منظومة فاسدة بتدمر لصالح الشكل العام، بتدمر الرياضة تحت مسمى اللي احنا عاوزين نخدم نادي الدولة، نادي النانوس، نادي الأهلي. فدمرت الإسماعيلي، بدمر القطب الثاني اللي هو الزمالك، بفضي اللعيبة بينه وبدمر. ويطلع وزير الرياضة الحالي في لقاء مع شوبير يقول لك احنا عملنا للأهلي كل حاجة طلبها، حاجات تنفع تتقال وحاجات ما تنفعش تتقال. يطلع خالد عبد العزيز اللي كان وزير الرياضة قبل كده، ثم حاليا ماسك المجلس الأعلى تقريبا للإعلام أو حاجة زي كده، تنظيم الإعلام، يطلع يقول لك أصل التقارير الأمنية بتقول لك إن النادي الأهلي لما بيكسب بيبقى الوضع مستقر وحاجات زي كده. تحس كده عالم يعني مستحيل يتقال في أي دولة، ولا حد يقول كلام زي ده. فاتدمرت الرياضة. فأنا كل اللي يهمني هو محمد صلاح ثم عمر مرموش، لكن كل اللي هم في أندية وفي الدوري ودي كلهم عارفين إن هم سبوبة، وربنا يعني يعفي اللعيبة. كل واحد هيبقى حقيقي يخرج بره المنظومة الفاسدة دي لو احترف في مكان حقيقي. محمد صلاح لما بقول عليه أسطورة عالمية اتظلمة، بقول له انت ليك ال7 بطولات، اقل شيء يتقدم لك. انت وصلت بمنتخب بلدك في وقت الرياضة بايظة والأندية كلها متفرغة، فانت لوحدك كنت شايل الراية. وصلت بالمنتخب في نهائي افريقيا 2017 و2021 22، وخرجنا مرة ب2-1 من الكاميرون، ومرة بضربات الجزاء من السنغال. انت وصلت المنتخب مرتين للكاس العالم في وقت ما فيش اي حد، كنا بعاد على الكاس العالم اكتر من يجي 30 سنة. انت يعني ثالث لاعب على مستوى العالم بعد بليه وبعد نيمار اللي هم من البرازيل، اللي توصل للمساهمة 100 تهديفية مع منتخب بلدك بعد 111 مباراة. الأول هو الأسطورة بليه، وصل مساهمة 100 مع منتخب البرازيل بعد 77 مباراة. يليه نيمار البرازيلي، وصل المساهمة 100 بعد 94 مباراة. وانت ثالث لاعب على مستوى العالم توصل لما مع منتخب بلدك للمساهمة 100 بعد 111 مباراة. احرزت 67 جول وعملت اسيست 33 جول. انت خدت احسن لاعب في اقوى دوري في العالم 3 مرات، ودي يعني حاجة يمكن تقريبا كريستيانو ما خدهاش. انت خدت هداف اقوى دوري في العالم 4 مرات، من ضمنهم مرتين هداف ومستر اسيست لم يفعلها سوى ميسي وفي الدوري الاسباني. فانت كل حاجة عملتها. ففكرة البطولات والحاجات زي كده خلاص هارد لك، مش مشكلة، انت عملت وسطرت التاريخ. احنا عندنا لعيبة يعني احمد حسن اللي هو العميد واخد البطولة دي 4 مرات. يعني في دول مش عارفة تجيب ال4، يعني في دول واخدها مرة وفي دول ما خدتهاش. فاوعى تزعل، انا حزني على الكفاءات المصرية اللي بتطلع تبني نفسها وبتعمل اسم لمصر في وقت
بتهاجمه في وقت منظومة فاشلة وفاسدة، وفي وقت تحس كده أنا مش عارف إزاي الدولة ومؤسسات الدولة سايبة الرياضة المصرية بتتدمر لمصلحة بعض الأفراد ولا بعض الأندية ولا بعض الشخصيات والسبوبات. لكن أنا يعني مش حزني على كده، أنا حزني بس على الجماهير، حزني على اسم مصر والتجارة بيه بشوية ناس منظومة فاسدة، وعلشان محمد صلاح. لكن شابوه محمد صلاح، انت عملت ما لم يعمله احد سواء لمنتخب بلده او في الانديه اللي لعبها، وسطرت اسمك من التاريخ في التاريخ. وبعديه عمر مرموش، الناس اللي بتطلع بلا اي رعايه بلا اي حاضنه، لان احنا عندنا منظومه فاسده وعمالين نتكلم نقول يا جماعه في فساد فاجر، ولكن لا، ما هو طلع وزيرين، وزير بيقول لك احنا عملنا النادي الناموس وبندمر له كل الانديه علشان يبقى هو البطل الوهمي، وده النتيجه. لعيبه كسر، وزي ما محمد صلاح قال يا جماعه احنا بيلعبوا في الدوري المصري، شوفوا اللعيبه الثانيه بتبقى جين. يعني احنا عندنا عمر مرموش ومحمد صلاح كانوا عاملين رعب. تخيل بقى لما يكون المنتخب كله محترفين حقيقيين، لكن ما ينفعش. نادي الدوله والنادي الناموس لازما يبقى هو اللي على الحجر، ندمر له كل حاجه وندمر له سمعه مصر علشان يبقى كده. وكأن في حد كده خدع الفاسدين دول وبإعلامهم بيه بحاجات زي كده، لكن هم بيبقى في اهداف هي اللي بتحركهم. يعني انا حاسس زي ما يكون في لوبي خارجي كده يقول لك تعالى نجيب شويه الفاسدين دول ونحطهم في مراكز واماكن وفي حاجات زي كده، وناخد العنوان اللي احنا عاوزين نعمل لصالح الاهلي ونكبره ونفضله. هم يبقى الهدف الاستراتيجي بتاع اللوبي اللي بره ده اللي بيقود شويه الدومه اللي هنا، ومحطوطين مسؤولين، مسؤول رابطه ومسؤول اتحاد ومسؤول مش عارف ايه وشويه قنوات اعلاميه رياضيه وبتاع، والدوله عامله نفسها من بنها. لمتى الصمت؟ لمتى عدم الحساب؟ لمتى هؤلاء الاشكال اللي ما بتتغيرش وما فيش اي حساب وكله صامت والرياضه المصريه بتتدمر؟ انا حزن النهارده مش على المنتخب، دي نتيجه طبيعيه، منظومه رياضيه فاسده فرغت كل حاجه ودمرت الرياضه. وانا برجع تاني، الناس اللي بتيجي تقول اصل احنا بالمحليين خدنا افريقيا 2006 و2008 و2010، صحيح، بس كان في دوري قوي، كان في زمالك واخد افريقيا، كان في اسماعيلي قوي، برازيل مصر، كان في مصري اللي مفروض عليه عقوبات بقاله قد ايه سنين ما يلعبش في ملعبه، كان في اتحاد اللي هو بيصارع الهبوط، في محله، في غزل محله، فين الانديه دي؟ لكن كلها اتدمرت. طب يا دوله انت مش قادره على الرياضه ولا قادره ترعي ولا قادره تصرفي، طب ما تنزلوا، قلناها بدل المره مليون مره، براند الزمالك، اسم الزمالك لوحده كده لو نزلته في البورصه هيجيب مليارات. لكن لا، المنظومه الفاسده احنا لازم ندمر كل حاجه ونوهم الفاسدين ونوهم الناس السذج اللي احنا كل ده للاهلي، اعلانات كل حاجه للاهلي، نفضي اللعيبه من الانديه، نوقع اللعيبه، لكن الهدف الحقيقي هو تدمير الرياضه المصريه. والمسؤولين بقى فرحانين طول ما الاهلي كسبان، ما هو الامن مستتب. فانا مستغرب يعني. فانا بقرر النهارده الفيديو بتاعي علشان بقول لمحمد صلاح اوعى تزعل، كل اللي موجود في المنظومه الفاسده دي في مزبله التاريخ، وسيظل اسمك ناصع زي الهرم. شفت الهرم اللي مر عليه آلاف السنين، فستظل انت كده. وعمر مرموش اجتهد وربنا كرمك، خرجت بره المنظومه الفاسده. فهؤلاء النجوم بتتلألأ، واحنا بنقول في مصر كفاءات رهيبه في كل المجالات، لكن بسبب الفاسدين اللي موجودين في كل المجالات هي اللي مخليها وضع مصر للاسف يبقى هذا الوضع المشين. مصر بتوصل بدعاء الوالدين وبدعاء الجماهير، لكن بمنظومه حقيقيه لو اتحطت حقيقيه احنا هنقهر اي حد امامنا في اي مجال. بس متى؟ ندرك قبل فوات الاوان. اتمنى يكون رسالته وصلت. ومره تانية محمد صلاح انت الهرم الرابع المصري، واوعى تزعل، انت كتبت ما لا ينساه التاريخ ابدا. بالتوفيق. واتمنى يكون رسالتي مره تانية